حجام لفارس شيبي والكرة البعيدة لعمورة استرجعت مرة ثانية من هنالك من مانن هاي توجاي الكرة مرت سلامات. اسرع منك يا توجاي، هذا لازم ما تخلي له الفرصة الجزائر في دلو حري استرجعت مرة ثانية في الوسط لصالح فرانكي دي يونغ، تدخل قوي ورائع ثم انطلاقة من منفذ ديباي، تغطية من بالغالي لعبها جيلنا وانطلاقة صعبة للمنتخب الجزائري. حاج موسى لعمورة خطيرة، رائعة التمريرة من حاج موسى لعمورة. الشوط الثاني مختلف تماما عن ما شاهدنا خلال المرحلة الأولى. كلايفرت، شوف هنا كلايفرت كيف استلم وضربها بقوة. زيدان اخرجها ببراعة ويكسر الثقة. تلعب على الجهة اليسرى من هنالك الكرة البينية هنا بعيدة الكرة والتغطية من رفيق بالغالي. راح من هنالك حاج موسى بتسلل ولا لا؟ حاول يدخل حاج موسى، هاي صعبة حاج موسى يصعبها حاج موسى. رجعت له مرة ثانية. ولكن بعيدة على الجهة اليسرى من هنالك هاتو مع خاكبو يستند على كلايفرت في وسط الميدان. هيدا منه كلايفرت سريع جدا وفنان سريع يلعبها بيدي. لعبة هولندية على الطريقة اللي نعرفوها من زمان على الكرة الهولندية بهكذا تمريرات بينية 4 5 6 تمريرات انطلقت من كلايفرت في المراوغة الرائعة من أمام نبيل بن طالب. هاي الكرات البينية لا ديباي وكلايفرت رجعت له مرة ثانية قرب المرمى عناصر المنتخب. شوف كرة هولندية هنا خلف لاعبي وسط الميدان استرجعت من هنا عن طريق حجام يخرج بالكرة يسرى عليها حاج موسى انطلق على الجهة اليمنى. حاج موسى ما زال حاج موسى ما زال الجزائرية من نبيل بن طالب وصل من هنا على الجهة اليسرى لمحاولة المرور من بولبينا. رجع للخلف لبن طالب حجام طلبها بولبينا حجام ما زال يلعبها بولبينا حجام بولبينا يمر ما زال عنده كرة الآن جيلتريدا معاه بولبينا وجيلتريدا يرجع للخلف لحجام والتوزيع على القائمة الأول الدفاع يصد ثم ديباي جيلتريدا لحرسو روفس يضم عليه جيلتريدا مرة ثانية. الضغط العالي استرجعت من بولبينا الخطرة ما زال والحكم خلى مخالفة صعبة للمنتخب الجزائري. فارس شيبي وحاج موسى في تنفيذ هذه المخالفة. يلا يا فارس، حاج موسى وفارس، حاج موسى لفارس كتير كرة هذه من فارس شيبي. يا بالغالي كرة من هنالك منفيذ ديباي على الجهة اليسرى يحاول يمر منفيذ ديباي والتوزيعة وهنا بولبينا بولبينا تنطلق مرة ثانية لحاج موسى. هاي وصلت من هنالك على الجهة اليمنى كرة صعبة. حاج موسى حاول يدخل، حاج موسى ما زال. هو الهدف